كون جيت انا نقول لك انا ما خافش منك. هذا عادي عادي يقول لك بذبحك وبروح للسجن. انا انسان عندي عادي مثل ما سويت، مثل ما بعتنا شخص ليذبح اسعد الشرعي في بريطانيا وخاف وراح للشرطه. والله يا جاسم، والله ما انا جاسم، راني نحلف لك بالله انا نفس الاسم نفس على الابواب. كولومبو هذا انا نقول لك انا لانك كولومبو انت لا تزعجني. اسمي زكي. انت لا تزعجني جاسم، والله لا تزعجني. تمام. بس بعد يعني شوف يمكن حد انتحل، لان اشوف نفس الاسلوب اللي تكلمت فيه انت، نفس الاسلوب اللي كلمني فيه الرجل ذا، واسمه كولومبو بعد نفس الشيء، ويقول ترى اسعد الشرعي طرشنا له حد او بعثنا له حد في بريطانيا عشان يقتله، وانا بقتلك وبروح جاسم. انا اسمي جاسم. انا اسمي دقيقة جاسم. أنا اسمي كولوم بشار. أنا اسمي سامحني، أنا اسمي أو رمزي يعرف اسمي كولوم بشار. مدينتي سموها كولوم بشار وأنا كاتب كولوم بشار ماشي كولومبو. تمام. بس طيب يا كولومبو خلنا نقرأ بقية التهديد نشوف أنت ولا غيرك، بس خلنا نشوف. شوف. أقسم لك بالله لو تعطيني أعوذ بالله. أعوذ بالله. لا يا جاسم يا ربي. شوف تحت الشرعي، شوف تحت. لما أراد الجزائري أن يقتله ويذبحه في بريطانيا ذهب عند الشرطة. هذه سوي كذا. المهم أيوة النابي هذا استغفر الله العظيم، ما تستحي انك تصير بالله. هذا الشيء اخويا كولومبو اللي باش باغي والله ماني انا عمي رمزي، والله ماني انا عمي رمزي، اقسم بالله انا. ولكن الان اشهد شهاده حق. واش مغربي اللي كتب ولا جزائري؟ يلا شهد شهاده حق يلا. ما نقدرش نقول لك رمزي، والله ما نقدر نقول لك شكون، الله اعلم. بصح انا ما نقولش الكلام كيما هذا. انا المغاربه متربي. ولكن انت شهدتي، كانت عندك الجرأه في المغاربه تشهد بان سوف ينالون من اسعد الشرعي. والان السيد المحترم جاب لك ها هو الدليل، وما قدرتيش تقول جزائري. قول واحد الجزائري احمق او مهبول كل شي حاجه. ربما يمكن رمزي يمكن. المهم كم عندك حسابات يا كولومبو؟ عندي اثنين. عندي هذا وواحد اخر. هذا اللي ورانا جاسم واحد حساباتك صح؟ لا والله ماني انا اسعد. كون جيت انا نقول لك انا والله ما يزعجني اماراتي، والله ما يزعجني. أنا يزعجني يمني صحيح، لأن الشعب اليمني عظيم يمثل الشعب اليمني صحيح يزعجني. لكنك تعرف الخسيس لا يزعجني الخسيس. شوف الفرق بيننا وبينكم أننا نرحب بالجميع. المغرب بلد استقبال جميع، نرحب بالإماراتيين، نرحب باليمنيين، نرحب بالجميع الشعوب وكذلك الجزائريين. أنتم الآن من يختلف معكم توجهوا له الاتهام بالقتل، وهذا صعب راه الناس عاد صعب. لكن يا لحظة يا كولومبو أنا شوف، أنا أتفهم أنتم عندما تشوفوا أي واحد مشرقي يعرف تفكيك الظاهرة التبونية ويفهم مع من حشر الله المغاربة في الجوار، هذا شيء يغضبكم جدا. فعندما تشوف أنت يمني وإماراتي وقريبا بنجيب لك واحد سعودي وبجيب لك واحد قطري، ويجب أنا كل جنسيات المشرق سآتي بها إن شاء الله عشان تعرفوا. شوف أنتوا الآن عليكم مسؤولية كجزائريين. أنتوا سابقا كانت الدنيا مغلقة، كنتوا محصورين في وكالة الأنباء حقكم والصحف وكذا، لكن اليوم الفضاء مفتوح والتيك توك كشف الموضوع. لذلك شوف أنا كناصح لكم، أنا لست عدوا لكم، حاولوا تمثلوا بلدكم بالشكل المطلوب وفشلوا المغاربة، لأن المغاربة نجحوا في توصيل صورة جميلة عن شعب راقي يأخذ يعطي يتفاهم ما عنده مشكلة. وفي العكس أخذ على الجزائري أنه على طول كما قلت أنت يصادم ويقاتل ويفعل وسيقتل ليش؟ يعني أنت في الأخير أنت مش في غابة، على فكرة كل ظفور تحته دم. أنت مفكر أنت الآن أنك فعلا قوة ضاربة وأن الناس يخافوا منك؟ لا، ما يخافوا منك. أنا عندما ذهبت إلى الشرطة، ذهبت إلى الشرطة لأنه القانون يقول لي هكذا. أنا في دولة محترمة، ما تشتيني يعني يقول لي أنا أقتلك أقول له أنا راح أقتلك. لا، إذا جاء إلي أنا تصارعت معهم بالأيدي في ليفربول وأسمائهم عندي. أنا مزفر 2 حراقة من ليفربول زفروا من تحت رأسي، يعني حراق ويجي ضارب واحد بالجنس بريطاني. فعندما نذهب إحنا إلى الشرطة أو نحاول أن نتفاهم معكم بطريقة حضارية،
أنتم تفهموه جبنا، لأنه هكذا تركيبتكم أنتم. لكن لا تظنوا أنه الناس سايبة، وأنه الإماراتي هذا ما حد معاه، وأنه ممكن تعتدوا عليه، ولا اليمني. لا، على فكرة هذه ليفربول. لو أنا أريد البلطجة مثلك، أنا عندي جالية، أكبر جالية عربية داخل ليفربول، مجانين أجنن منكم. تعرف أنا لو أنوي، هذا مو تهديد لك ولا للي هناك، قسما بالله ب50 جنيه استرليني، 50 جنيه الواحد من حقنا المجانين، ما عاد يخليك تقدر تخرج في الشارع. لكننا لا نتعامل بالعقلية البلطجية. احنا ذهبنا إلى الشرطة وقلنا للشرطة يا جماعة في هنا كائنات لا تقبل بالرأي الآخر وتمارس العنف، ويريدوا أن يصادروا علي رأيي في كلامي، وحطوني في الخط الساخن، وخلاص انتهت القضية. أنا بالنسبة لي انتهت القضية. أنا أشوفهم يمروا من جنبي، ما يجرؤ يقول لي شيء، خلاص هو يعلم أنه على طول بيروح بيت خاله. أما إذا إحنا تعاملنا معكم، سنتعامل معكم بالمثل، نتعامل. أنا قلت لك معنا مجانين مثلكم، معنا يمنيين قسما بالله أنه بايعها مستعد أقول له يفعل لي ما أريد، في أكبر شنب فيكم. لكن مع هذا نحن لا نستخدم هذه الأساليب. وأنا هذه نصيحتي لك وللإخوة الجزائريين اللي تحت، أسلوب أنكم دمكم حامي وأنكم أبطال وأن الناس يخافوا منكم، هذه الفكرة شيلوها لأنكم ستصدمون. ما في هذا الكلام. أنت إنسان عادي. أحيانا الواحد يتحاشاك باعتبار أنك مريض نفسيا أحيانا، وإحنا خايفين حتى السلطات البريطانية تطلعكم ويفحصوا عليكم، بيقول لك هذا معتل، يعني مش بني آدم، مو سليم حتى. أما الصراع وتصارعني وصارعك وتناطحني وترسل لي بلطجية، أنا أرسل لك بلطجية مش مشكلة. جاسم تفضل يا جاسم. اسمع، أول شيء كنت أنتظرك أنك ترد عليهم، قال مصطلح الخسيس الإماراتي هذا. ما أنا آسف والله، أنا آسف، ما ودي أنزل لمستواه، بس مرات في عادي بنزل لمستوى تحت مرمطه واطلع فوق لمستوى، مو مشكلة، بس مو الحين. مرة ثانية، تدري أن مرة كنت في باريس فاتح بث، وهذا الشيء يمكن توثق فيه أحد من الإخوان، مرة طرش لي الفيديو، بس كان التيك توك حذف أو شيء. فاتح في فندق في باريس، فاتح بث، فجأة انفتحت عندي الكاميرا وناس عرفت المكان وين موجود في فرنسا. إيه، فكل ما أطلع اللوبي تحت، اللوبي اللي هو باحة الاستقبال، في ناس سجلت المعلومات. تعرف مخابرات عبلة ماسكين الحسابي كان مرتفع في ذيك الوقت. فكل ما طلعت تشوف لي ما انتبهت اليوم الأول صراحة، بس في حد من الأخوة المغاربة مال هولندا كلمني قال انتبه انك انت سويت غلط، يا غير الفندق او انك انتبه. يوم قال لي انتبه انتبهت. فيوم انتبه لشخصين اشوف نفس الوجوه نفس المكان، وراك والزمن طويل. يعني حتى كل ما اطلع هم ماسكين على باب الفندق، في واحد منهم جالس داخل والثاني برا. واحد ما ادري مرات ما اشوفه، بس حسيت. ايش قالوا لك؟ وراك والزمن طويل. وراك والزمن طويل. الاول ما كلمني ولا عرف، ما خلاني انتبه اني مراقب من طرفه هو. واحد جالس دوم في اللوبي في باحة الاستقبال في الفندق، والثاني برا. الثاني يوم كشفته قلت له ابوي وش فيك؟ قال انا وراك. قلت له وراي وشو؟ قلت له بكلم الشرطة وبكلم حد. قال لي انا وراك. انا من اللهجة انا تحريت مغربي في الاول، بس في مخي جزائري. بس الطريقة اللي يتكلم بها بحكم اني عاشرت المغاربة كان اللهجة غير. انا قلت له انت وراي سلبي ولا ايجابي؟ يعني وراي ايش؟ انت كحماية ولا انت وش وضعك انت؟ زين. قال لي انت تغلط على الجزائر صباحا مساء، فانا وراك عشان ما تغلط. قال انا وراك عشان ما تغلط. فكلمت الولد المغربي هذا من هولندا، قلت له السالفة 1 2 3. هذا هو من نقوم الحسيمة من المغرب هولندا، ريفي. فقلت له السالفة، قلت له 1 2 3. قلت له الحبيب ترى واحد قال لي 1 2 3، قال لي طحنا وراك وكذا وكذا وكذا. قلت له يعني وش رايك؟ بتصل السفارة بروح للشرطة ولا قال لي لا. قال لي منهم حتى في الشرطة الموجودين، فهذول مخابرات عبلة. هذا قال لي مو بشخص مواطن عادي. قال لي انت ما عليك الا ان تحاول طرش الصورة، يعني خذ الصورة وابعث لي الصورة بس. قلت له زين تمام. فحاولت سويت نفسي ان اتكلم في الجوال واخذت الصورة. اخذت الصورة لواحد منهم.
قال لي انت تم في نفس الفندق ولا تطلع، انت امورك طيبه بس تم في الفندق ولا تطلع، دامك انت في الفندق انت محمي، انت تم في الفندق. بعدها فتره يعني كان العصر على المغرب جاني واحد مغربي وياها بنيه بنت جوله هذولا، مسكوا حتى هم نزلوا في الفندق او شيء ما ادري بهم، المهم كانوا داخل موجودين، ما سالت عن التفاصيل. جول الفندق هذا قال انت ما عليك الامور طيبه انت تمهني. الغد او بعد الغد بعدها بيومين هذا المغربي ولا المهم بطريقه ما حصل اللي حصل واتصلوا عليه قال تعال. والمصيبه انا يوم اتصل هذا ما صدقت الا يوم الوقت اللي اتصل فيه فتح الكاميرا وشفت وشه وكذا وما صدقت. انا صار يعني حسيت ان جوالي مخترق وان هذا اللي يكلمني مو المغربي لانه اعطاني فرنسا. والمكان يوم تشوفه في الخريطه حصل المكان مهجور، مو مهجور بس برا المدينه. يوم تشوف كان غابات او شيء. رحت المكان الا ما حصل الجماعه الاخوان اللي كانوا وراي والزمن طويل امام عيوني، حصلهم ماسكين الحبيب، ماسكين الواحد هذا الاول اللي كان برا بس الثاني ما جاء، واتصل له بطريقه ما عرفوا معلوماته. اللي كان السؤال هو هذا لحظه، هذول المغاربه ماسكين الجزائري يعني مغاربه مال هولندا، جول من هولندا، واللي مسكه في الاول كانوا من فرنسا. اتصلوا على حد في فرنسا ومسكوه من باب الفندق ودوه لمكان واتصلوا عليه. في الاول ما صدقت، قلت يمكن السالفه يمكن حد اخترق، يمكن شيء حد يتكلمني على اساس وده يسحبني للفخ. ايوه لانه يوم كلمني وطرشت الموقع لحد في السفاره وقلت له ترى ابوي تراني رايح المكان الفلاني اذا ما اتصلت لك بعد ساعه ونص، لان كان تقريبا الوقت كان 40 دقيقه و50 دقيقه، قلت له بعد ساعه ونص اذا ما اتصلت لك هذا الموقع اللي انا فيه. وطرشت شو اسمه اللوكيشن خليته مفتوح، خليه هو راقب. في ضواحي باريس، في باريس نفسها ولا خارج؟ في ضواحي باريس بس المنطقه كنا مو بغابه، بس يوم تشوفها في الخريطه فوق بعدين بطرش لك على المنطقه على الخاص. كان في شوف مثل بدو بس البيوت بعيده عن بعض، مو بدو بس ما ادري كيف اوصف. الكونتري سايد زي ما يقول بس الكونتري سايد ايوه بالضبط. كانك في يعني كانك مثلا في دبي وتطلع دبي الصفيحه والمصفح مال ابو ظبي او المكان اللي قريب على المدينه، بس المكان من فوق يخوف اذا تشوفه ما في سكيورتي، ما في حمايه. فطرشت الموقع قلت له خلاص بروح. يوم كلم الرجال هذا في الواتس شفت وجهه قلت له ابوي تراني جاي. قال تعال. يوم رحت حصلت الجزائري هذول ماسكينهم. والمصيبه انا تحركت الجزائريه تابعين وسد. المهم فايش الحاصل؟ قلت له ابوي بنسوي اتفاق من بيننا. ايش هو؟ هذا المغربي قال له شوف انت تسجل فيديو لنفسك في اعترافات كذا وكذا وكذا وبتسوي هالحركات، وهذا هو ضمان حياتك وضمان الشخص هذا جاسم الاماراتي عشان المره الثانيه ما تسوي هاي الحركه. ونفس اللي صار ونفس اللي حصل. وتحيه للمغربي عادل من المنبر هذا لهولندا، وتحيه لمغاربه هولندا. انه هاي شيء من الاشياء اللي حصلت. قال له وش شوف الحاصل. يوم مسكوه السالفه ايش؟ يوم مسكوه حصلوا معاه سكينين، في سكين وفي عده سكاكين. يوم حصل قال له وش تسوي بهذا السكين؟ ليش عندك سكينين؟ قال هذا السكين شوف انا ذا الشيء اللي مره في ناس يمكن يقول جاسم الحين يخلط بين الجزائريين والمغاربه او بين بس رب العالمين شهيد فوقنا ولا لنا فائده في الموضوع. قال هم يكذبونك الان في التعليقات، الجزائريين يكذبونك، قالوا هذا فيلم هندي. فيلم هندي ولا باكستاني هذا تصدق ما تصدق كيفك. فقال له ليش عندك سكينين؟ في ناس اللي تقول فيلم هندي. في حسابي الاول في موجود مقطع من لان وثقت شيء في يوم قلت له يا جماعه الخير ترى في حد يمكن ملاحقني في الموضوع بتحصلون الفيديو هذا. فالمهم فقال له ليش عندك سكينين؟ قال له سكين هذا فيه ثوم خاص بالمغاربه. فيه ثوم
ثوم ماسك السكين وحط عليه ثوم، الثوم حبة ثوم او ثوم قالك ثوم، ايه قارلك، حط عليه ثوم. قال له زين ليش الثوم؟ قال له اذا طعنته ما يقدر يخيطها، ما يقدر الجرح يمسك في بعض. اوف هذا من بين الغرايب والعجائب اللي سمعته في حياتي. يا لطيف، من بين الغرايب والعجائب اللي سمعتنا في حياتي. وهذا يوم شيكنا على وضعه ما عنده اوراق اساسا ثبوتيه، ما عنده شيء في اوروبا، ما عنده شيء. يعني الثوم لا يجعل الجرح يلتئم. والله اول مره اعرفها من فم جزائري. الثوم أنا أول مرة أسمعها، أول مرة أسمع بهذه المعلومة الخطيرة. ولا لا، هي معلومة صحيحة الأخ أسعد، والأخطر من ذلك لترى نسبة الحقد، يعني غيضربك ولكن لكي لا تخيط، باش يخلي الجرح لكي لا يلتئم الجرح. لكي لا يلتئم الجرح. قال له زين، قال له وش كان ودك تسوي في الاماراتي هذا؟ قال له اي سكين ودك؟ يعني قلت له الحين وش سويت لك انا؟ وش الفائده؟ طيب سكينه كان عليها ثوم ولا عادي كانوا رائفين بك يعني؟ هذا هو السؤال اللي خطر في بالي في نفس الوقت. قلت له ابوي قال هذا اساسا عميل مخزني. قال هذا عميل مخزني، هذا اول شيء. قال هذا مروكي، هذا عميل مخزني، وهذا نفس مصير شو اسمه، قال مصطلح بالفرنسي ما اذكر اساسا. هذا نفس مصيره، نفس البقيه، يقصد بقيه المغاربه، بس مو المغاربه، عينات معينه ما ادري وش يقصد. قال نفس مصيره، ما ادري وش كان وده يكون مصيري، طبعا مصيري بيد رب العالمين. بس هاي كانت القصه ولها تفاصيل ثانيه ما تقدر. اذا يا جاسم، قصه خطيره. طيب انت معروف، يعني وجهك معروف بالنسبه لهم، كيف عرفوك؟ يعني انت تظهر بوجهك عادي ولا لا؟ هذا الشيء اللي انا يوم فتحت البث في باريس، اول شيء فتحت الكاميرا على وشي، بعدها يوم ودي اسكرها غيرت الكاميرا، يوم جلبت مبين المفتاح عليه الفندق. هذه اول خرطه يا اسعد. لحظه يا طارق، لو سمحت يا امين. ايوه، يعني هو ظهر لهم مكان الفندق فقط، ظهر لهم. فالحد من الجماعه هو اللي نبهني اساسا، ما انتبهت، قلت انا امور عاديه. في ناس تسجل او شيء، او في ناس مسؤوله، ان في ناس تسال عن التفاصيل. ناس مثل ما تشوف انت تدخل اليوتيوب الحين تحصل مقاطع منتشره بكل مكان وتحصل التفاصيل. طيب انت لماذا تجر على نفسك كل هذا المشاكل يا اخي مع الجزائر؟ ما في مشاكل، وانا متى تحصلني فاتح بث نازل فيهم سب قذف ما في مشاكل، ما ادري صوتي. يعني انت عمرك ما سبيت امهاتهم ابدا؟ والله العظيم رب العالمين يشهد، واذا حد عنده دليل بتحداه اليوم امام الملأ وامام رب العالمين. ولا بحياتي سبيت ام حد ولا سلالتها السبع اذا عنده سلاله قاع. اوكي. ولا بحياتي. اذا انا اسلوبي هذا انت تعرفه. ابقى معي، ناخذ الاخ رمزي ثم امين ثم طارق. تفضل اخي دكتور رمزي. هو الاخ اسعد، القصه خطيره جدا، وهذا يعني انه بالفعل كانت. والدليل يا اخ اسعد، واحد الجزائري هنا باسبانيا قد هدد المغاربه بقطع الرقاب هكا، يعني بشكل مباشر، وتم اعتقاله من طرف السلطات الاسبانيه. هذا للتذكير فقط، انه قال حرفيا اذا التقيت اي مغربي في اسبانيا سوف اقطع راسه. وبالتالي تم رفع دعوى قضائيه وتم اعتقال هذا الشخص. بمعنى اخر، نعم، النرفزه هي كاينه عند الجزائريين، هم عاطفيين لواحد الدرجه لا تتصور. طيب اخي رمزي، عندما يهددون هل ينفذون فعلا؟ يعني ينفذون التهديد ولا فقط؟ لا، مع المغاربه للاسف الشديد، وهذا ما ذكره الاخ الاماراتي جاسم، ان المغاربه ملتحمين. نعطيك مثال، كان احد الاشخاص الجزائريين بجهه برشلونه قد هدد المغاربه، فالتحموا، شدوه وبدات يبكي، بقات يبكي بكاء، صوره في فيديو وهو يبكي بكاء النساء. بمعنى اخر، هناك تهديدات، نعم، هذه التهديدات تكون شفويه، ولكن للاسف ما عندهاش القيمه ديالها، لان المغاربه. طيب انا اسالك باعتبارك يعني ربما ملم قانونيا ونفسيا، ربما ما الذي يلجئهم الى مساله العنف؟ يعني طيب انا فاتح لك منصه، شوف هم طالعين عندي الان جزائريين، اليس لديك الاليات التي انت تستطيع أن تلجم جاسم هذا
وتلجم أسعد الشرعي اليمني وتلجم رمزي المغربي بالآليات المحترمة بالحجة يعني ألا يستطيعون الصراع الفكري؟ كله صراع بالجسد، يعني كله كلام وتهديد. ما الذي يلجئهم إلى التهديد مباشرة؟ من الناحية النفسية هو ضعف. أنت تعرف أن الضعيف دائما يكون سبابا، يعني لعانا، يكون يسب الجميع، يسب حتى الأمهات، الأشخاص، يكون دليله ضعيف ويكون ذو شخصية غير مبنية على صح. بمعنى آخر شخصية ضعيفة جدا، وممكن أن تلقاه هذا الذي يدعي العنف أنه في الحومة ديالو، في الدرب ديالو، أو في حيه، يمكن أنه الناس تضربه يعني فقير فقير في الجسد، وفقير في القوة، وفقير يعني تكون حاقدين عليه والناس تضربه، وبالتالي ما تناخذوش على الاعتبار. ولكن من الناحية أنا اللي تنأكد عليه الأخ أسعد، لا من الناحية النفسية من يهدد لا يفعل شيئا أصلا. نعم صحيح. أصلا الذي ناوي مثلا يضرك بشيء سيفعلها سكتة دون أن يحذرك، أصلا دون أن يحذرك لو كان ينوي فعلا. من الذي يتحدث يا أخي؟ من الذي يتحدث؟ كولومبو. انزل وارجع كولومبو عشان طلعك معنا هنا داخل. إذا من الناحية النفسية الأخ أسعد الجزائري للأسف الشديد هذا العصب هذا خصو واحد العلاج، والدولة يجب أن تقوم بدورها القانوني والدستوري في علاج الناس. علاش؟ لأنه هناك عصب والناس معصبة، واحد الحكاية تسمع السب والقذف. أنا قاعد أقاطعك كثيرا دكتور. لا أنا حريص إني سامحني إذا قاطعتك، وهذا الكلام أريد أن يؤكد عليه أمين وطارق عندما يأتي لهم الدور، وكولومبو إذا رجع معنا أو نطلع شخص. السلام عليكم. السلام عليكم. هل انتهت كلمة أخ أو ليس بعد؟ هل انتهت كلمة أخ أو ليس بعد؟ لا الأخ أمين. أنت أخي. لا أنت أخي. لا قلت لك هل انتهت الأخ، هل أنهى كلامه أم ما زال؟ لا لم ينهي. لا أنا قاعد أناقشه. لا دقيقة. أوكي. أخيرا الآن في الجزائر أنا قرأت في وسائل إعلام جزائرية أنه أخيرا سن قانون يمنع التلفظ بالألفاظ البذيئة في الأماكن العامة بعد شيوع الألفاظ البذيئة والأخلاق الرديئة في الأماكن العامة. أسنوا قانون. أنت سمعت بهذا القانون دكتور رمزي؟ هل يدخل في العنف اللفظي أيضا؟ نعم يدخل في العنف اللفظي، لأنه المشاع الآن في الجزائر هو السب حتى على الرب. يعني الرب نهضروا على ممكن أن يتحدث بالرب ويسبك بالرب، وهذه مسألة أصبحت عادية. وإذا تحدثت مع الجزائر وقلت له لا إن على الشيطان بأنك تسب الرب، فيجيب بكل سلاسة وبهذا يقول لك لا الرب أنا أسبك أنت ولا أسب الرب. وبالتالي أصبحت هذه الألفاظ عادية. وبالتالي سن هذا القانون إذا تم تطبيقه فأعتقد أن الجميع سوف يعتقل في الجزائر، لأنه الجميع اليوم وهذا مشكل. وما طب للسيد رئيس تبون سوف يعتقل الجميع بسن هذا القانون. فأقول له شوية بشوية سن القانون تدريجيا حتى لا يعتقل الشعب الجزائري. شكرا لك دكتور رمزي. أظن أنه شكرا. دقيقة يا شباب، دقيقة لو سمحتوا. الأخ كولومبو رجع لنا عشان أنا وعدتك ترجع لأنك صعدت السقف. طيب ناخذ الأخ أمين. تفضل أخي أمين. السلام عليكم. السلام عليكم. أولا أمين تسمح لي رحم الله. اسمح لي أخي نورمال مو الكلمة لي الآن. لا بس ماذا؟ لحظة. لا من فضلكم أنا لم أتكلم حين أنا بس سألتك إذا تسمح لي. طارق يا طارق أنت بعد أمين يا طارق لو سمحت. جاسم خلني أشوف ماذا يريد جاسم ثم نعطيك أنت ماذا تريد يا جاسم. أنا إذا أعطاني أمين دقيقة بس أعزز كلام رمزي ويكمل إذا سمح لي بعد. تسمح له يا أمين؟ شوف بكل أدب قال لك أمين. قول يا جاسم قول. تعزيزات لك كلام رمزي على التهديدات الجزائرية. فالجماعة الحين طرشوا لي شيء على الخاص الآن فريش. شيء على الخاص هو قديم بس على الخاص. لحظة شوي تراني من كثر بلاويهم صرت مغطي الكاميرا أساسا والله العظيم. ايش هذا؟ خليني اكبره دقيقة. والله هو حاجة ما تديروها.
والله حاجه ما ديروها. هذا جزائري يسب في المغاربه ويتحداهم تعالوا اذا انتم رجاجيل. هو برافو عليك جاسم، برافو. هو هذا لحظه خلينا نسمع حرب واش ما ضعف في الجيره. فهمت انا وحدي جات الجزائري جا في برشلونه وقلت الكلام هذاك وغلطت من حقهم جاوا لعندي منا داروا لي فيديو من حقهم والناس نعرفهم والناس يعرفوني. يا والله العظيم كنت جيت في بلاصتي هذيك الهضره اللي كان قلتها اقسم بالله العلي العظيم، اقسم بالله العلي العظيم فعلا. شوف القلب ديالك ينحيهولك ويغلقوك. الله يغلقوك تعيش بلا قلب، تعيش بلا قلب. يا ولدي جاو يعرفوني كون ما جاوش يعرفوني والله. اسمع الحين، هذا قبل 20 دقيقة، بعطيك المقطع بعد 20 دقيقة، انتظر شوي. اسمح لنا خمين على ساعة راني قاعد انا اضرب مريح. لحظة شوي، هذا الفيديو وايد طويل بطلع لك اياه. المسكين ذا والله العظيم المسكين يا اخي. قال لك ينحوا لك قلبك وتعيش بدون قلب. ايه قلبك ينحوا لك اياه وتعيش بدون قلب. براويك قلبه بعد شوي. اسعد فقط انه كان قد سب المغاربه وهددهم، ومن بعد من يشدوه عطاوه واحد طرحه في الشارع دار فيديو ويقول انه باش تفهم القصه كما هي، يقول للجزائريين اذا شدوكم المغاربه يحيدوا لكم القلب وتعيشوا بلا قلب. هذا المقطع قبل لحظه شوي. وين المقطع؟ طويل يا جماعه الخير ذولا. اهدر يا دكتور الى ان يعود جاسم. تكلم لبين ما حصل الفيديو، تكلم تفضل. هو شنو هذا الشخص قد هدد المغاربه لكي تعرف القصه. اسعد يعني الحوار مغربي ولا كيف؟ هذا اللي يبين الحوار هذا تكلم مرتين. لا يا اسعد لا اسعد تكلم هذا رمزي وتكلم جاسم 3 مرات. لو سمحت انت قفل الميكروفون وسيأتي دورك وتأخذ حقك كاملا، أنت وأمين وطارق وكولومبو. لن أهضم أحد حقه. أنت تعرفوني ما أخذ حقكم في الكلام، وأنا ما طلعتكم إلا عشان تتكلموا أصلا. لو أنني لا أريدك أن تتكلم لما طلعتك. لو طلعتنا حتى تمرر رسالتك يعني كيف كيف تسمح له يتكلم 3 مرات والجزائريين؟ لا أنا طلعتك عشان تدافع عن الطرح الذي أنت تراه مخطئا، وإلا أنا أمرر بدون ما أطلعك. وليش أطلعك؟ تزعجني أصلا. جاسم شوف لنا، خلص الموضوع هذا بسرعة. شوف هذا المقطع. قال سيبكي الحين. شوف ايش كتخبي؟ لاش كتخبي؟ شفت؟ هو هنين هذا اللي يصوره مغاربة. ايه هذا هو. عطوه طريحة تحت وصار يبكي ويعتذر، وبعدها قال الجزائريين يمسكونكم المغاربة بياخذون قلبكم. اول شيء كان يسب المغاربة، يوم مسكوه عطوه طريحة قال لهم والله المغاربة لو مسكوكم ياخذونكم طيب سد امين. تفضل يا امين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نتمنى من الإخوة أنهم ما يقاطعونيش، لأنني لم أقاطع أحد أبدا. ممنوع المقاطعة. يبدو أن هناك معنا يعني قانونيين ويفترض أنهم يفهموا القانون. هذه واحدة. أسعد الشرعي أنا نعطيك كاينة آية تقول ولا تزر وازرة وزر أخرى. صح. هذه من القرآن ولا مخترعها أنا؟ صح. نعم. وكاين في القانون كاين مبدأ شخصية العقوبة. مانيش عارف، ربما تكون ماكش متخصص في القانون ما تعرفوش. معنا مختص، الدكتور رمزي مختص في القانون يقول لنا بعدين. لا يبدو انه ماهوش فاهم المبدأ هذا، يعني هو مبدأ عام في القانون ولكن يبدو انه ماهوش فاهمه لانه يتناقض مع فعله. كي يتكلم اسمح لي الاخ اسعد، اسمح لي نمد كلمتي ومن بعد كي يتكلم على حاجه، كي يتكلم على جرم. سجلي هذا المصطلح اللي ذكره عشان لما يجيك الدور مبدأ شخصية العقوبة هذا يكزيستي بارتو دو لو موند، والناس اللي تقرا في القانون كامل تعرفوا، وهو من المبادئ الكبرى في القانون. مبدأ شخصية العقوبة نشرح لك واش معناته انه كي يرتكب شخص خطأ نسبوا الخطأ للشخص فقط، ما نسبوش لاهله ولا للمجتمع تاعو. وهذا اللي راكم واقعين فيه كامل، وتعموا وتقولوا الجزائريين ويعني ويكون فرد تعموا على 45 مليون. واحدة. الحاجة الثانية، الحاجة الأولى. الحاجة الثانية، الخطأ ما يوقعش في الجزائر فقط. الأشخاص ترتكب الأخطاء يعني في كل
اخطاء يعني في كل البلاد العربيه. نزيد نقول لك في كل البلاد العربيه وغير العربيه، يعني كاين اشخاص وكاين الاشخاص تقع عليهم العقوبه بناء على الجرم اللي ارتكبوه. هذه واحده. الحاجه الثانيه اللي جيت نقولها، السيد يحكي على هذا يوري في الفيديوهات، والله العظيم تفاهه. يعني كان اللي بيحكى قبل قصه السعودي اللي راح شرى المقروط ومش عارف، وحكى القصه يعني بايخه، زاد يعاود نفس الشيء، يعاودوا يجيبوا في حكايات نفس الشيء. يعني نورمالمون ترفعوا كناس عقلاء وناس واعيين ومناش يعني شباب من تحت 18 سنه، نورمالمون عندنا العقل ونعرفوا واش نحكوا، ما نوروش مجموعه مانيش عارف نجيبوها من تيك توك ونوروها نقولوا هذا قال وهذا قال ونسقط الحادثه ذيك على مجتمع ما. هذا غباء في غباء. هذه واحده. الحاجه الثانيه، كنتوا تحكوا، مانيش عارف علاش كنتوا تحكوا على الجزائر. قبل أن تدخل الحاجة الثانية أخي أمين إذا سمحت لي أتفاعل معك. أنا الآن أتفاعل معك قبل أن تدخل أنت في النقطة الثانية، كما أتفاعل مع رمزي وأتفاعل مع جاسم. أنا هنا لا أقاطعك، أنا فقط أتفاعل. أدخل أنت ولكن بدون لحظة. الكلام الذي أنت قلته هو لا تزر وازرة وزر أخرى، صحيح. نعم. وأن الشخص لا يمثل إلا نفسه، صحيح. حتى أبوه وأمه والله أنه المفترض حتى لا نحملهم ولو أنهم هم اللي ربوه. هذا قانونا وشرعا، وشرعا وعقلا وأخلاقا. يعني أنا لا، إذا رأيت جزائري سيء لن أقول الجزائريون هكذا، أنا أضمن لك هذا. لكن أنت كجزائري محترم وكجزائريين محترمين عليكم أن تتبرؤوا من هذه الظواهر، تقولوا هؤلاء لا يمثلون المجتمع الجزائري، وهؤلاء الشواذ فكريا، وهؤلاء لا أخلاق لهم، وهؤلاء تافهون، وهؤلاء سامجون. سأجيبك عشان يكون موقفكم سليم، يعني واقعي وعقلي. سأجيبك. كل شخص خارج عن القانون، هناك مؤسسات قانونية تسهر على تطبيق الجزاء المستحق على ذو الأشخاص. أنا مش مسؤوليتي كفرد في المجتمع أنني نروح نعاقب فرد ارتكب جريمة نروح نعاقبه. كاين مؤسسات قانونية هي اللي تعاقب المجرمين. تعاقب وتتبرأ منه، أنت تبرأ منه. لا، أنا بما أن الشخص يرتكب خطأ ويقع العقاب أو الجزاء عليه، معناته جزاء. أنا ما عندهم. نعم، منكر فعلوه. لماذا تفشت عندكم ظاهرة العنف اللفظي لدرجة أنه يسن؟ سأجيبك. لماذا؟ لحظة. لأنكم لا تنهون المنكر، لأن الجزائري المحترم ما يقول هذا عيب يا ولد، عيب يا أخي. لا سأجيبك. الكلام الفاحش موجود في كل الدول العربية. أنتم غير. أقل المجتمعات العربية اللي موجود فيها الكلام الفاحش هو المجتمع الجزائري. يا رجل اسمح لي، لأننا إلى يومنا هذا مجتمع محافظ مقارنة مع الدول الأخرى. لا تقاطعني أسعد، لا تقاطعني. حفاظا منا على الأخلاق، لأن هناك من سيتناسوا قضية الأخلاق، يعني يسمحوا في قضية الأخلاق. أما نحن حفاظا على أخلاقنا كرسنا قانون اللي يمس بالأخلاق. أما هناك اعتادت على عدم وجود الأخلاق، يعني ما يبان لهمش باللي جرم. احنا كناس ما زالوا فيهم الكومونديراج، كيف نقولها بالعربية، ما زالوا فيهم الأخلاق وكذا، نحاربوا في الظواهر اللي تمس الأخلاق. جيت تقول لي دول أخرى هذه ما تشوفوش جرم لأنهم اعتادوا على شيء. يقول لك كيفاش، يقول لك من يهن يسهل الهوان عليه ما لجرح بميت إيلام. اللي تعود على الفواحش في وجود الكلام في مجتمع فواحش وليس كلام. هناك مجتمعات تعودت على وجود الفاحشة في مجتمعاتها، هذاك أمر يخصهم، احنا لسنا. أما المشرع الجزائري عندما يقرر عقوبات عن الكلام الفاحش فهو حفاظ على الآداب العامة في المجتمع وحفاظ على أخلاق المجتمع. تجي تنفي تقول لي عدم وجود الكلام الفاحش في المجتمعات العربية. أنا زرت المجتمعات العربية وأعي تماما ما أقول. هناك من أصبح يرى بأن لك الحرية في الكلام وتتفوه بما تشاء ولو على حساب النظام العام والأداب العامة. أما كجزائريين نحن لا نقبل، وأنا شخصيا مع تقرير هذه العقوبة وإضافتها. أنا مع إضافتها. أما اللي راه يجي يقول لي مثلا الجزائريين عصبيين ومش عارف، لا،
نحن ما تحكمش على جماعة، نحن نحتكم إلى القانون، نحتكم إلى العقل، نحتكم إلى المنطق. أما تجي تقيس لمجموعة وتقيس عليها، لا يا أخي، هذا لا يصح. القياس لا يصح في هذه الحالات. ولو بقي فرد من المجتمع لا يجوز لك أن تسقط، لا تقوم بعملية إسقاط، لأن ما تتكلمون عنهم ربما يمثلون 1% ولا 1 في 1000 ولا 1 في المليون. طيب. جاي تنزه لي مجتمعات، انا اعرف المجتمعات العربيه الاخ اسد، وزرت المجتمعات العربيه. احنا ما عندناش كاينه مظاهر، انا نعطيك كاينه مظاهر، عندنا كاينه مظاهر. احنا الى يومنا هذا يا اخي ما عندناش النساء تدخل في المقاهي مع الرجال، في حين ان كل البلدان العربيه تجتمع نساء ورجال. الا في الجزائر ما عندناش مقاهي تدخل لها النساء والرجال. احنا حفاظا راك تقول لي هذا زعما جاي تاخذ قضيه كومون ديغاج البروجي دو لوا، هذا المشروع القانون تجريم الكلام البذيء هذا. لا، نقطة إيجابية تحسب للمشرع الجزائري يا أخي. شكرا. العفو. شكرا. سد. هو أصلا شوف، سن قانون دليل أن عندكم مشكلة أخلاقية وعندكم انتشار. يعني القانون نحن يخدمنا. مثلا أنا عندما أطرح أن أقول أنه السب متفشي في المجتمع الجزائري، بل أن بعضهم يتفاخر أنه يسب، يتفاخر على أنه وجد للأسف مجموعة مغاربة مثلكم يعني للأسف. لكن أن تقول أن الشعب الجزائري أقل الشعوب سبا، العملية معكوسة تماما. قسما بالله هذا إماراتي عندك. عندي أنا يمني أنا أقسم بالله أنني أنا زرت. لحظة يا أخي لو سمحت، زرت المجتمع الجزائري. أمين خلني أمشي الدور، علشان خلني أعدل لك على نقاط أنا سجلتها من حقي أنا كمسير. أنت مررت أشياء. وجود قانون دليل أن لديك معضلة. لو كان عندك، أنا لا أقصدك أنت، لو كانت منظومة الأخلاق في الجزائر، أخلاق البيوت سليمة، لما احتجتم إلى قانون. لكن لأن هناك انهيار في منظومة الأخلاق، وأن هناك انتشار للسب في الأماكن العامة. في الأماكن العامة الجزائري ما يستحي. السفيه الجزائري يسب حتى في مطعم ويسمع الناس كلهم. تعرف أنه وجود القانون هذا يدينكم أنتم كمجتمع. لو كنتم متربين من بيوتكم وكان أبوكم وأمهاتكم ربوكم لما احتجتم إلى قانون. لا يوجد هذا القانون تقريبا لا عندكم. أسعد لا تزيد كذا. أمين لا أسمح لك لا أسمح لكم يا أخوان لو سمحتوا أنا ما غلط. سد يا أمين لازم تنضبطوا بإدارة اللايف لو سمحتوا. لسانك ثلاثة. لحظة يا طارق لو سمحت. لا تتعدى علينا. لا أتعدى عليك. أقول لك والله لو أنك متربي من البيت لما احتجت إلى قانون يحبسك. لو ما كنت سبيتك الآن أمام العالم. يا جنة يا أخي سد المايك يا أخي. افهموا أي أنا أريد أن أقول لكم وجود القانون يدينكم، يدين منظومة الأخلاق عندكم في الجزائر. معناته أنه في عدد هائل من الجزائريون مش متربيين، ما ربوهم أبوهم وأمهم، لذلك ربيهم القانون. يا أخي لو سمحت آخر مرة أسمح لك تفتح. إذا تريد تتحدث معي أهلا وسهلا تنتبض. إذا تريد أن تنزل تهرب أني أنزلك، أنا مستعد أنزلك، أو انزل أنت بماء وجهك. أنا أكلمك أن القانون فضيحة في حقكم أصلا. والأخ أمين يريد أن يصنف على أنه قانون سليم. قلت لك إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإنهم هذه أمور ذاتية. قانون سليم لأن هناك أقلية من الشباب تريد أن تنحرف. للمرة الأخيرة أنت أيضا تبقوا معي دون مقاطعة. أهلا وسهلا. شوفوا أرهقتوني شوفي باقي شوي وتسبوني ونعمل قانون يحبسكم داخل التيك توك. لو سمحتوا خلوني أكمل نقاطي، هي نقطتين، وثم بعد ذلك نمر الدول لطارق ثم الجيريا ثم نعود لجاسم ونطلع آخرين. شوف هي أمور ذاتية في التربية، لكن لأنها أصبحت عندكم ما عادت حالات فردية. لا يمكن أن يسن قانون لحالات فردية، لا أصبحت ظاهرة.
ما دام سن قانون الدولة تسن قانون بتجريم وعقوبة من يسب في الأماكن العامة، فمعنى هذا أنها أصبحت واحدة من ثقافاتكم، واحدة من الظواهر التي تأصلت فيكم لدرجة أنكم احتجتم إلى قانون. شوف يا أخي أمين، أنا سأحسم لك هذا الأمر عشان ما أطول على أصحاب القوانين تمس الأقلية يا أسعد ولا تمس الأغلبية. لاحظوا يا جماعة كيف يقاطعون، لاحظوا رغم أنني أعطيهم ولا أقاطعهم. أنا أتمنى منك، أنت مؤدب، طارق مؤدب، الجيريا مؤدب، أنتم مؤدبين خلاص متربين في بيوتكم، حلو، ما تحتاجوا قانون. ولعلمك القانون لن يحل المسألة، كما قال لك رمزي إذا الأعداد هائلة أين ستسجنونهم؟ إيش تسجن واحد ما رباه أبوه وأمه كيف يتكلم؟ القوانين هذا كلام فارغ. أعيدوا تربيتهم، أعيدوا تأهيلهم، راجعوا مناهجكم، راجعوا مناهج التعليم، اعملوا برامج داخل المدارس، مو قوانين يعني قانون يلا إذا سبيت أروح أسجنك. أنت ستسجن يمكن 30 مليون جزائري، فين توديهم؟ وين توديهم أنت؟ يعني قانون غبي، قانون غبي. نحن نطالبكم أنتم كجزائريين مؤدبين أنه عندما يسب الجزائري السفيه تقولون له أنت سفيه، أنت لا تمثل الجزائر، أنت لا تمثل حتى أبوك وأمك، كما يفعل المغاربة وكما يفعل الإماراتيون وكما يفعل اليمنيون. أنا اليمني لو يسب أخي الذي أنا وهو خرجنا من بطن واحد، أقول له والله العظيم أنك ما تشرفني ولا تشرف عائلتي ولا تشرف البلاد الذي أنت تنتمي إليها. تفضل يا طارق. يعني لازم نلغي القانون هذا حتى نرضيك أنت ومن معك هكا، على أساس أنت تمثل الشعب اليمني. الشعب اليمني لسه متبري منك حبيبي، أنت الجزائر متبرية منك وأنت الجزائر متبرية منك. متبرية مني الحمد لله. قال لك إنك شنقريحة. من أنت ومن أنت المتحدث الرسمي باسم المرادي. ومن أنت؟ أنا لا أمثل اليمن وأنت لا تمثل الجزائر. إحنا لازم تكتك. أنت يا ربي عندك 5000 مشاهد هنا، أنت من أنت؟ يا حبيبي وانت ما عندك شيء، انت ما عندك والو. ادخل. انت جيت تتكلم باسلوب استفزازي، ولما يسبك الجزائريين تقول من الجزائريين سبابين. يعني انت الجيريا خذ الميكروفون يا الجيريا، هذا يبدو انه ما عنده شيء. خذ الميكروفون الجيريا تفضل. خليني نتكلم. ما عندك والو، ما عندك والو، انت ما عندك والو. كيف ما عندي والو؟ انا عندي قدام نقطة مسجلها. خلاص ادخل، مالك دخل فيني. انا ما قلت لك انا رئيس اليمن. انا يعني انت تحاورنا وما نحاوروك احنا. انت سالتنا واحنا نجاوبك. بتقول لي انت لا تمثل اليمن. من قال لك ان انا امثل اليمن؟ حد قال لك؟ انت كنت تتكلم مع امين، قلت لا انه لازم تقولوا نفسي. انا امثل نفسي اسعد الشرعي. انا حاضر بس. حاضر. كل واحد يمثل نفسه لهنا. أيوة. انا حتى امين هذا وحوار الخاوه انا ما يمثلنيش، اللي كان يقول فيه في الايام. صافي اسمع يا امين، اسمع يا امين. فوتها حوار الخاوه ما كانش خاوه. ايوه اي واحد جزائري عقلاني مثل امين ستحاربونه انتم. لا ما نحاربوش، انا ما نحاربوش حوار وما يمثلنيش. لا استنى في هذه النقطه، انا ندخل في هذه النقطه. شوف اسعد، مثل ما لك حق الرأي هو ثاني عنده حق الرأي، حتى ويعارضني كجزائري عنده حق الرأي. انت تعارض الجزائر، ما نقولكش علاش تعارض، هو يعارضني كأنني ندعو الفكرة ما من حقه ثاني. مش قضية أنني نقف معاه قضية البلاد نتكلم، لا من حقه ثاني، من حقه يعارضني تو سامبلو. من حقك تعارض الجزائر، هو مش من حقه يعارضني، من حقه يعارضني. اخي امين، انا عاطيها الحق وفاتح لها الميكروفون. لا وكاينه كلمه ما خليتنيش نوجهها، قانون العقوبات اللي يسمى يا اخي وضع بعدين مولك الميكروفون. لا مولك يا امين، مولك ارجوك لا تعرقلنا. خذ يا طارق. هو القانون هذا أسس على اساس من المفروض انك تشجعوا القانون، لا ولا يدين النظام الجزائري او يدين الشعب الجزائري. من المفروض انه نشجعوا هذا القانون. من المفروض وهو سيطبق حتى على جماعه التيك توك في نشر الرذيله ونشر الكلام الفاحش. ممتاز. فهمت؟ ماهوش غير في الاماكن العامه. فانا واحد من الناس نشجعه يا اخي. وانا اشجعه. انا كمواطن جزائري نشجع هذا القانون. اللي مش متربي يتربى. صح. ابو نيف عليكم. ابو نيف اول واحد يحتبس. ابو نيف لو ما استفزيتوه ما كان يرجع عليكم.
لو ما استفزيتوه ما كان يرجع طيب. عليك ابوني. طيب ابوني سيدي. الجزائري ومن حقه يدافع على بلاده. من حقه يسب وحده. من حقه يسب اما انت تسب الجزائريين بصفتك ماذا لا اعرف. والله عيت نعرف وش هو المرض اللي صابك هذا. على الاقل نعطيوك العلاج ما لقيناش. المهم ممكن تفاعل اخ اسعد، ممكن تفاعل. خليني هو في القانون، هو في القانون، سد المايك هو القانون. يا ولدي احنا وما نحملوكمش يا ربي. يا دكتور رمزي سجل انت تقول يا اسعد انه نجيشوا المشارقه ونجيب المشارقه كله حتى يعرفوا ويعرفوا. ولو جيشت المشارقه كل زعما وش راح تغيروا في هذا الكون وفي الكره الارضيه؟ وما عندكم ما راح تبدلوا يا اسعد، ما راح تغيروا حتى شيء. لا رانا نشريو من عندكم طيارات، ما نشريو من عندكم دواء، ما نشريو من عندكم اكل. يعني تجيو في صف المغرب ما تجيوش كيف ما راح تنقصوا فينا حد شيء وما راح تزيدوا حد شيء. اما هذاك السيد اللي يقول لك مخابرات عبله الفرنسيه الجزائريه، شوف حتى المصطلح من جابوا، من عندنا جابوا مصطلح عبله. والله ماني حاب نسميهم قسما بالله حتى ما ندخلش في واحد الديسكور هكا تاع والانسان الجزائري اللي بعث هذاك الرساله والله ما نلوم على الجزائري اذا هدوا بالقتل، لانه هو سب الجزائريين ياسر. يعني من حق الجزائري، من حقه. انا مثلا ممكن لو كنت في مكان هذاك الجزائري في لحظه ممكن هكا غش ممكن نبعث له هذاك الكلام والتهديد، او لانه دخل روحه في مكان اللي من المفروض ما يكونش فيه اصلا. هو اذا كان المشكل بين المغربي والجزائري، انت يا الاماراتي وجابك في النص. حبيتي تكون في صفهم، كون في صفهم بعيد علينا احنا، الله يسهل عليك. حتى لما باه ما نقولوش كلام زايد. اما الحمله هذه اللي عاملينها هذه تاع الحرب الاعلاميه وحمله التشويه على الجزائر، احنا عارفين المصدر تاعها منين اسعد، وعارفين الهدف تاعها وش هو. يعني استغفر الله يا ربي، والله ماني حاب. المهم بيت القصيده والله ما تقدروا تحركوا فينا شيء يا اسعد الشرع. والله ممكن انت تشوف في روحك انت والامارات روبن هود على اساس انكم ضريتونا وعلى اساس انكم حركتوا شعر فينا والمشارقه وحتى يعلم المشارقه. والله لا تغيروا شيء يا اسعد الشرع. ويا ريت يا ريت يا ريت يا ريت ما كنتيش يماني قسما بالله، لانه اليمنيين ما نحكيش عليك. لا خليك في مداخلتك. والله العظيم والله يا اسعد. انا اسعد شرعي انا نتلاقاهم اليمنيين يقراوا عندنا هنا في عنابه، نتلاقاهم شخصيا. والله العظيم ونعم الناس. ما عندهم. شوف روح سقسي اسال اي جزائري هكا عندهم واحد المعزه خاصه. ما خليك من اليمنيين، خليك في الجزائر. باقي شيء. المهم تكلمنا على القانون لا يدين النظام الجزائري ويدين الشعب الجزائري. هو بالعكس، هو قانون. لما النظام شاف انه كاين مشكل في المجتمع والمجتمع رايح ينجر، بالعكس دار قانون انه اللي يخدم المجتمع، وهذا نشجعه. انا المفروض حتى انت ما تديناش على هذا القانون يا اسعد. لانه انت قلت يدينكم هذا القانون يدينكم ولا يديننا. والسلام عليكم. شكرا لك اخي طارق. سد اشكرك. الجزائريين ما عندنا مشكله، حتى اليمنيون والجزائريون نحن شعوب نحب بعض. احنا الان نختلف. انا ما ادري انتم ليش تعتبرونا اعداء وهكذا وتتشنجوا وكذا. ما يعني شوف يا اخي طارق، هذه المشكله. انت تبرر لبونيف اسفه انسان، اسفه جزائري داخل التيك توك ومواقع التواصل، سفيه لدرجه انه قذف الاعراض عنده علكه في فمه، وانت تبرر له بحجه انه احنا استفزينا. ما حد استفزه اصلا. هو من يوم وجد وهو يسب، وكرموه في مجلس الامه، ومجلس الامه يكرم واحد رماه. هذا ما حصلت له في الجزائر. وما دمت انكم تبررون للسفهاء فكان لابد من القانون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. صاحي لا تحرك. لو سمحت يا اخي، لو سمحت لك هذه بركه يا لو سمحت سد المايك. لو سمحت سد المايك. تتكلم. لو سمحت سد المايك ارجوك.
أرجوك. وإحنا ما سبيناكم يوما، أنا عمري ما قلت أمك يا جزائري أو أختك أو المرأة الجزائرية، عمري، ولا فعلتها مع الإماراتيين هذول، إحنا بيننا إحنا وياهم خلافات كبيرة، ما عمري سبيتهم، ولا عمري سبيت المرأة السعودية، ولا عمري سبيت المرأة المصرية التي اختلفت معهم كل البلدان هؤلاء، ولا عمري سبيت المرأة المغربية وأنا على خلاف مع المغاربة. يعني أنتم تريدوا أن أنتم تصوروا الناس أن أنتم تسبونهم ردا على سبهم. لا لا لا، لا، السب متجذر فيك، أنت رضعت في الحليب، كبرت هكذا وأنت تسب. سب عندكم عادي عادي، يعني إذا أنت كبرت وشفت أبوك يسب وأمك تسب، من أين سيأتيك هذا؟ فذلك احنا كان لابد من القانون. وانا عندما قلت يدينكم، لا، يدينكم بمعنى انه يعترف ان عندكم مشكله اخلاقيه وانه منظومه الاخلاق منهاره عندكم. اما القانون فانا اشجعه، ويا ريت في كل البلدان يسنوا قوانين انه اي واحد يسب في الاماكن العامه يشدوا ابوه. الجيريا تفضل. السلام عليكم. مشكور على الاستقبال نتاعي. السلام على الحضور. اولا قبل ما ندخل في التعليق عليك يا اسعد لانه تكلمت كلام كثير، اولا انا الشيء اللي طلعت عليه على الفيلم الهندي ما شاء الله، والله فيلم هندي والله ياخذ جائزة احسن ممثل في العالم. تخيل معي قبل يجوز اقل من شهر طلعت معك في لايف وكان هذا جاسم قال لك عندي أسبوع رجعت من الجزائر، صحيح أم غلط أسعد؟ أي. تخيل معي في فرنسا راح على فندق وبلفتة فقط فتحت الكاميرا وعرفوا الجزائريين الموقع. تسمعني؟ لا نسمعك. ما عرفتش. تسمعني؟ الآن تمام. يعني تخيل معي فيلم هندي، يعني في رمشة من العين انفتحت الكاميرا وكان يعمل المفتاح على الباب الفندق، فالجزائريين عرفوا الموقع وهددوه وجاءوا من ورائه وقالوا أنا متتبع، ولم يخابر الشرطي وخابر هولندا. تخيل معي، ما خابر ولا واحد في فرنسا، خابر هولندا، وجاءوا المغاربة من هولندا وحموا هذا اللي أصلا هو محمي من البداية. فشوف سبحان الله، هذا فيلم ما رأيته. ويغلط وهو خراط ويقول أنا جئت للجزائر. يعني كيف أنت في بلد الحرية فرنسا والشرطة الفرنسية موجودة؟ لا، خابر المغاربة اللي في هولندا وجاء للجزائر وجاء إلى حسيم سعود. والله أنت عنتر بن شداد بالمناسبة. يا أخي الجيري، التعليقات تقول لا يسمعونك. أنا نتكلم أنت تسمعني صح؟ هذا هو ذباب. أنا ذباب. أسمعك أنا. هذا ذباب. خليك القسط تسمعوه. رمزي أمين نسمع. تسمعوه. يسمعون الجزائريين بس الذباب ما عارفين الحقيقة. يعني إذن واصل خلاص، واصل براحتك. أيوة، يعني شفت الفيلم الهندي، يعني جاء للجزائر ولكن في فرنسا احتمى من الهولنديين، يعني المغاربة اللي موجودين فأنت أخراط وابن خراط. لا لو سمحت. لا خراط. لا قول أنت خراط. يعني إيه بس. ايه والله خراط، يعني جاء للجزائر. شوف وقف. كذبه كما تشاء. نعم، دون تجريح في كذاب. هذه مسرحية، هذه كذبة. والله مسرحية وتمثيلية هندية. أيوة. نرجع لك. لا بنحيلك على القانون الجديد، يحبسوك. شوف. نرجع لك القانون الجديد. في قانون الآن. في قانون. نعم في قانون. أولا نرجع من الخراط هذا، يعني الخراط. فنتكلم لك على الفرق بين الأخلاق واللي تكلمت عليه. هل تعلم يا أسعد، ولكن أنت تعلم وتعمل عينك الشايفة وعينك ما شايفة الأخرى، هل تعلم أن ظاهرة الروتين اليومي هل هي أخلاق مجتمع أم سوء أخلاق؟ ردها علي. وبالمناسبة لا خليني أكفي الفكرة من فضلك. ظاهرة الروتين اليومي هي أخلاق مجتمع أم سوء أخلاق؟ اللي تتكلم عن العري خليني أكفي لك. الروتين اليومي يعرفه العام والخاص. يعني ظاهرة العري ونشر الإباحية وكذلك شوف تيفي التي فضحت المجتمع المغربي بامتياز. والله وكأن خليني من فضلك لا تصدق لا تخرب لي. لا سد عليك. كيف لا سد عليك؟ نعم نتكلم على الأخلاق. أنا نتكلم عن الأخلاق في الجزائر.
لا الأخلاق، أنت فتح موضوع موضوع الجزائر. الأخلاق في الجزائر والقانون الجديد الذي السنة بتجريم السب في الشوارع. لماذا ذهبت المغرب؟ لماذا يتواجدون هنا؟ واحد ولد العاصمة والجاسم ورمزي، علاش يتواجدوا هنا في المنصة؟ إذا هم تكلموا رد عليهم. تكلموا ما قالوا عنك، قالوا والله تكلموا يعني من الصبح وهي تمثيليه والغيرها وغيرها. يعني مسموح لهم يتكلموا وانا ما نتكلم. سالناه عن القانون الذي سن عندكم يجرم السب في الشوارع. تكلم عن الجزائر ودخل طولا وعرضا، وتكلم جاسم الذي هو اماراتي مغربي تكلم داخل الطول. لهذا خليني الفرصه، لا تمانعني من فضلك، خليني اتكلم عن اخلاق المجتمعات. اذا كان الموضوع جزائري على الرحب والسعه، طلع جزائريين من غير مغاربه، من غير مراكشيين اقصد، من فضلك خليني ادخل في الموضوع. والله تريد انت دائما تريد ان تغير لي الحوار يعني تلفت لي الانتباه على الفكره المقصوده. من فضلك اولا نتكلم لك عن الاخلاق في المجتمع شمال افريقيا. روتيني اليومي يتكلم عن العري ونشر الإباحية، وكذلك شوف تيفي هي القناة والله مسموح لها وعندها فروع في كل المناطق المغربية، وانا نعرفها وكل العالم يعرفها. كذلك تتكلم عن الأخلاق. ألم ترى أن رئيس الحكومة قال يا مغاربة نعود لكم الترابي؟ لماذا؟ أعلى سلطة في المغرب يقول نعود لكم الترابي لأنه شاف فيهم أنه مجتمع ليس متربي. ما انت هذه ما شايفها، عين شايفه وعين شايفه. وين هذا متى قالها؟ رئيس الحكومه يقول متى قالها؟ بالحرف الواحد يقول يا المغاربه نعود لكم الترابي، كما قالها ملكهم السابق يا المغاربه انتم اوباش. دائما ينقطع صوتي في الجزائر، ينقطع صوتي يعني دائما الجزائري ينقطع صوتي. تسمعون؟ انقطع ما سمعنا الكلام الأخير. أنا الآن أسمع رئيس الحكومة عزيز أخنوش قال يا المغاربة نعود لكم الترابي لأنكم أنتم ماشي متربيين، وقالها كذلك. وين هذا تقدر تظهرها لنا؟ ما يعني أنت يعرفوا العام والخاص. يعمل عزيز أخنوش يقول المغاربة نعود لكم الترابي لأنكم أنتم ماشي متربيين. كذلك الحسن الثاني يقولها صوت وصورة أنتم يا المغاربة أوباش، وسمى المناطق الأوباش. فيعني كيف يعني الأوباش هم معروفين الأوباش. لا هم معروفين الأوباش. وليش الأوباش؟ نعم لحظة خلني أحسم لك هذه. ما تحسبليش. سجل. لحظة اصبر. أنا أقول لك عشان أنت لا يختلط عليك الأوباش. من الأوباش اللي أنت فتحتوا لهم مكتب ممثلية عندكم هم هؤلاء الأوباش، ما فيش غيرهم. هذا الذي يقصدهم الحسن الثاني. سير اللي بعده. ايه نسير. وعزيز أخنوش لما قال نعود لكم ترابي انت ما شايفها؟ والله لا، هذا الكلام يقول يردوا عليك المغاربة. انا لا ادري، لا اتوقع رئيس وزراء يقول هذا الكلام اصلا. انت ما شايف انه لا تقاطع. سد المايك دوري. انت ما شايف انه وزير الصحه يقول لهم يا مغاربه انتم 49.9 كلكم حماق مهابل تضربوا الفانيد والزطله والهذا؟ انت ما شايفها؟ انت ما شايفها. انت ما شايف وزير العدل الذي يقول لهم ابحثوا عن الاديان نتاعكم لانكم اخلاط الناس. انتم عندكم 20 واحد جربوا. بعدين اصبر. بعدين لا تقطعي ولا ننزل. الجيريا والله من فضلك لحظة. لا انا هنا شوف والله علشانك والله ما انا خايف منك ولا انا خايف، لكنك ستفتح على نفسك باب من المغاربة. صحيح. سد المايك يا دكتور. لحظة يا أخي. شوف أنا هنا حرصا عليك، بعدين ستبكي والله ستبكي دم. أنا والله نعمل مداخلة وننزل والله صراحة. والله العظيم أنك كالذي يرمي الناس بالحجر وبيته من زجاج. يعني ناقل الكفر ليس بكافر يا أسد. أنا هنا أحذرك. يعني ليش تقطع لي المايك؟ كمل مداخلتك. أنا عليا بس كملت. يعني أنت دائما يعني لما يتكلم جزائري أقل من دقيقة تقطعه وبعدين تقول له كملت. إحنا شوف من أول اليوم ونحن نتحدث عن والله يا أسد آخر مرة ما حصل. ما دخل في دعارة. لحظة شوف. نعم. أنت أول واحد يذكر DNA، وأنت أول واحد يذكر دعارة، وأنت أول واحد يذكر أسمعني. DNA قالها وزير العدل. لحظة يا أخي. مشكلة. قالها ما قالها. نحن نتناقش حول النفسية الجزائرية. لماذا الجزائري يهدد
مثل ما نتكلم لك على الاخلاق. لا لحظه يا اخي، لو سمحت يا اخي، لا من فضلك.